تعال شوف، تعال شوف الحقائق. هذا مدعي اعلامي بان هو، انا من زمان قلت لكم ذولا رقم 11 دعوشي، رقم 11 ذولي. فبعد التصوير الشايب اللي ظهر وياه طلع هو ووليده يدفع له بالعربانه. كان بالسيده زينب زائر وصارت الحرب فبقى هناك، ما قدر يرجع. فبالتصوير بعدين ابنه من عنده، ما مطلعين ابنه وياه على مود يبين للعالم بان هذا جاي مقاتل، هو مقعد. بالتصوير بعدين ابنه. فهسه بالحادثه هذا يشوفون هذا بالصوره، هو وابنه اثنينهم حازين روسهم وحاطين ابنه على صدر الشيبه المباركه. يعني شنو انت من بشر؟ شنو قيمتك انت لما يحكي لك هو عن رسول الله وانت تقاطعه، وبعدها هو وابنه تحز روسهم وتدعي بالاعلام وتدعي تريد تسوي دوله؟ يا دوله هاي تحكي عنها؟ شنو قيمتك انت هسه لما تقعد بينك وبين نفسك تظلم لك انسان بريء مقعد على كرسي؟ الرجولة وين بالموضوع يا ابن أمية؟ وين الرجولة بالموضوع؟ وين الشجاعة بالموضوع؟ راح أشوف نفس ما سويت بهذا عن قريب ويصير بيك أنت، والأيام كفيلة في ذلك. ابنه وياه لقوا جثته، ولقوا ابنه وياه محزوز الراس مخلينه يم ابوه، ابن الطفل الصغير اللي يدفع بالعربانه مالته، ويسوي نفسه اعلامي ابن الحرام.